بقول لك ايه، صلي بينا على النبي. هسألك سؤال بجد والله، مين أول فرع كبدة الفلاح في مصر؟ مفاجأة بقى اللي مش اللي انتوا عارفينه. محمد فلاح الراجل الكبير كان واقف في الحته دي في الستينات وعنده 4 اولاد. شاهين الكبير الله يرحمه اللي كان واقف، ايوه، وعاشور سيد، ووحيد اللي هو في محطه الرمل. انا بقى هوديك دلوقتي عند اول فرع واقدم فرع من كبده الفلاح بجد بقى، اللي الناس ما تعرفوش، ده اللي عارفه الاسكندرانيه قوي قوي. بس تعال. ده اول سندوتش كبده من كبده الفلاح عامه. كتير. بص يا معلم، هو طبعا انت ما ينفعش تيجي تاكل سندوتش واحد، يعني فاهم؟ 15 20 بامانه عالمي، تحفه. كان بيبيع السندوتش ب7 ساغ، قعد فتره يكافح، واخد بالك، في الحته، في نفس الحته دي. بعد كده اشتروا المحل اللي هو مكان العربيه البيضاء دي. انا بكلمك، انا راجل اتولدت هنا، يعني عاشرت خريستو خواجه وعاشرت الدنيا كلها. العربيه كان هنا اول فرع، كان ده بعد كده بقى ده، بعد كده اشترى ده. كنا ناخده منه سندوتش الكبده ونهربوا منه واحنا صغيرين.